فما سؤال مهم لازمنا نجاوبوا عليه. يا أخي احنا أمازيغ ولا عرب؟ وشكون هم الأمازيغ؟ الأمازيغ موجودين في كل مكان في تونس. كنا يعني الكتب والمؤرخين والكل يعني حسموا في التفرقة بين أمازيغ ولوبي ونوميدي إلى آخره. الأمازيغ محصورين كي تنجم تقول في تونس، محصورين في المناطق الداخلية الجبلية في المرتفعات من شمال تونس إلى جنوبها. هذوما السكان أنت وقت اللي تبدأ من قرية كسرة مرورا بالسند في قفصة إلى أن توصل مطماطة وتوصل تطاوين ومدنين، هذه كلها قرى أمازيغية. حتى جربة أمازيغ، وقت اللي تقرأ أنت التسميات متاع الأحياء في جربة كلها كلمات وعبارات يعني بالفونيتيك الأمازيغية. البربرية اللي اليوم يقولوا بربرية، واللي احنا متفقين على أنها مش الكلمة الصحيحة، اللي ماذا بينا أنها تلغى من تفكير التونسيين اللي يحبوا يهتموا بتاريخهم. اللي يهتم بتاريخه راهو تاريخه أمازيغي. قلت بدأت كلمة الأمازيغ مع ابن خلدون وقت لي وضح الأشياء، قال الأصل والفرع. في الفترات القديمة كانت فما اللوبيين وفما النوميديين، ثم جاء الأمازيغ في الفترة الوسيطة، لكن هما بيدهم هما نفسهم اللوبيون جابوا كلمة يعني تطوروا إلى أصبحوا الأمازيغ اللي اليوم الناس تسخلهم منحصرين في جبال الجنوب التونسي، لكن هما موجودين في كامل جبال ودواخل الجزء الغربي للبلاد التونسية. هذوما الأمازيغ اليوم كلهم يعني سكان أصليين وأمازيغ، قلت حسب نظرية ابن خلدون اللي صحح وقال أنه كلمة البربر واللي جايين من الشرق ومن بني قحطان إلى آخره، هذيك نظرية خاطئة جدا، لا دخل للعروبة في الأمازيغية واللوبية.